اتفضلي يا حياتي. لا لا يا حازم، مش قادرة بقى خلاص. الكاس ده وبس. مش قادرة أشرب. حاسة إني دايخة وجسمي سايب خالص يا حازم، مش قادرة. وماله كله في فايدة، ده أنا محضر لك حتة غدوة تستاهل فتح النفس. يلا اشربي. طيب. في صحتك. اغصى عليك يا حازم، مش قادرة. تعدميني لما شربت الكاس ده. يا حازم أنا مش متعودة. علشان خاطري بقى يا دكتورة. دكتورة؟ لا احنا بقينا عوالم. وماله، علشان تزفونا تاني تاني وتاني تاني تاني والولا يبقى اسمه هاني. لا بنت. يا خبر مجوعص، بنتك تنجس وكبتي وتفضحيني وسط الخرابشه يا بنت بحري. انا بنت بحر اللعبية، ارقص واطبخ ملوخية. اهلا. يلا بقى بينا نخش على جوه. جوه فين؟ في الاوضه. لا هات الأوضة هنا. اجيب الاوضه. هات الأوضة والبس موضة وقابلني على كوبري الروضة. حلاوتك حلاوتك يا دكتوره. ده انت اللي دكتور يا. انت نمت يا قمر؟ انا نمت؟ لا نمت ده ايه؟ عليك يا خربوشة انت. ده انا جسمي مولع نار وقايل على الاخر. تفتكري زيادة الفوسفور ممكن تعمل حريقة في الجسم بالشكل ده؟ هو شيلي ضهري. كده ايه؟ ايوه. لا لا شيل الفانيلا على اللحم. مش لا. ايوه بسرعة الله يخليكي. انت في ايه؟ فات 6 شهور ولا جانا خبر عن نحلة ولا دبور. نحلة ودبور ايه يا امال؟ قولي لي الحمد لله على السلامة الأول. مرتك حبلت؟ لا لسه. الله، وأنا هعمل إيه بس؟ وكمان ما عرفش هتعمل ايه. ربنا لسه ما أردش. ربنا اللي ما أردش ولا انتوا اللي لساكم مش رايدين؟ لا إحنا رايدين، والله رايدين. يا ما قلت لك اختار حارتك من بنات بلدك وابعد عن الزواج البور. بور؟ اتجوزت لي داية مقطعة الخلف، عتبتها شوم وعشرتها تلف. كلامي ده يا ماي، مراتي دي أعظم وأحسن ست في الدنيا. النبتة اللي ما تطرح يا والدي حل جلعها، اجلعها وارمي بذورك في الخصم. طلقها. مستحيل، أنا بحبها. اتجوز عليها. يما أنا جاي تدعي لي يمكن ربنا يسهلها ويرزقنا ببركة دعاكي. وقلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين لو ما طلقتها. أباي ودك تشليني يا ماي. كل الفحوصات والأشعات والتحاليل بتؤكد إنك إيجابية ومستعدة للحمل 100%. ما هو ده اللي مجنني. ليه؟ جايز يكون التأخير في حدوث الحمل نتيجة للموانع اللي استعملتها. جرى إيه يا دكتورة؟ ما تغلطيش نفسك، بقولك أنت إيجابية 100%. أمال إيه اللي بيحصل ده؟ قصدك إيه اللي ما بيحصلش ده؟ اتحركي. خلي جوزك يحلل. افتكري، واي نوت؟ معقولة أروح لواحدة دكتورة زميلتك تحللني؟ وفيها إيه؟ صفاء بكتيريولوجي ممتاز. أنا راجل ميري ما يحللنيش غير بكتيريولوجي ميري زيي. اشمعنى؟ النسر يزعل، الدبابيس تزن. أنا بتكلم جد. طب لو طلعت ما بخلفش هتطلقيني؟ اخصى عليك، ما تقولش الكلمة دي مرة تانية لحسن بعدين أزعل منك. حبيبي أنا. خير يا صادق باشا. اتفضل استريح. علشان اكون صادق معاك لازم تعرف انك مش هتخلف. مش هخلف؟ ليه؟ السبيرمز عندك ضعيفه. السبيرمز؟ حيوانات المنويه. لا، أنا ما عنديش حاجة ضعيفة،
التحاليل دي فيها حاجه غلط يا سعاده الباشا. ازاي بقى؟ اذا كنت انا حللتها بنفسي. يبقى سعادتك حللتها مين؟ نعم. انا هعيد التحاليل دي في معمل خاص. يكون افضل عشان تتاكد ان الميري دايما صح. شكرا يا سعاده الباشا. دي إرادة ربنا يا حازم. انت واثق من دقه المعمل اللي حل العينه يا زاهي؟ ما تنساش يا حازم إننا حللنا 4 عينات في 4 معامل مختلفة والنتيجة كانت واحدة. يعني مفيش دواء؟ مفيش علاج؟ الحلم فلس؟ لا طبعا في علاج وعلاج أكيد، لكن نتائجه في حالتك أنت بالذات ما بتحققش نجاح كبير. طب ما نجرب يا زاهي، بتقفلها في وشي ليه؟ انا في عرضك، استر عليا. أستر عليك. شكلي هيبقى وحش قوي لو ما خلفتش. اقول ايه لامي؟ أمك. ما انت صعيدي وعارف يا ولد زبني زهران. ما أنا بقى دلوقتي عاوز أفهم. فهمني، أنت عاوز تخلف عشان أمك ولا عشان أنت ومراتك نفسكم يبقى عندكم طفل؟ الاتنين يا اخي. ما هي دي لها حل ودي لها حل. هات لي حل امي. هو حل مكلف ولازم تحلله كيسك. انا مستعد احل كيسي كله بس اخلف. ما هو مش انت اللي هتخلف، امال مين؟ مراتك. لوحدها؟ لا طبعا، نعم يا اخويا. هيتزرع فيها طفل انابيب. انابيب؟ انت ما سمعتش عن اطفال الانابيب ولا ايه؟ سمعت طبعا. انا ليا واحد صديقي طبيب انجليزي متخصص في اللعبه دي بالذات. هنسافر له ونديله لستة بمواصفات البيبي اللي يعجبك، وهو بقى يركبه لك على المقاس اللي انت عايزه. ركبوا على المقاس؟ جميع الانواع وجميع الاصناف وجميع الاشكال كله موجود. موجوده فين؟ في بنوك الحيوانات المنويه هتلاقي كل. مش هتقدر تغمض عينيك.